يا صباح الفل على الاهلي والاهلاويه في كل مكان. اخوكم زيكو الاهلاوي بيصب عليكم. احلى صباح على كل الاهلاويه في كل مكان. بالنسبه بقى للزملكاويه اللي كانوا زعلانين من اللقطه بتاعت كولر لما الجمهور حدف كولر بازاز المايه، ما ينفعش، وقالوا ما ينفعش يحصل كده وبتاع. انا معاك اللي هو ما ينفعش يحصل كده، واللقطه دي ضايقتني انا شخصيا كراجل اهلاوي. واحنا المفروض نقتدي بيكم لان انتوا القدوه بتاعتنا. انتوا عمركم ما عملتوا كده، ولا عمركم حدفتوا لاعب بازايز ميه ولا مدرب، ولا شتمتوا الرموز بتاعتكم ولا مجالس الاداره بتاعتكم. عمركم ما عملتوا حاجه زي كده، بدليل ان انتوا اخر ماتش في افريقيا اللي طلعتوا منه دوت، اللي اتغلبتوا 1-0 من فريق اسمه سكوتشيمنت وطلعتوا من البطوله خالص. ما عملتوش كده، ما شتمتوش الرموز ولا حدفتوا اللعيبه بالازايز ولا شتمتوهم ولا الكلام ده كله. فاحنا لو كنا عملنا كده فاحنا بنعلمك انت بقى حاجه. بقى انا بعلمك حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان انا ما عنديش حد فوق الكيان. انا عندي الاهلي رقم واحد. انت بتقول مدرب جاب لك 11 بطوله يا باشا، ده واخد فلوس على ده. انا اول ما جبت قلت له اتحقق لي بطوله كذا، اتحقق لي بطوله كذا وبطوله كذا، هتاخد فلوس كذا. انت ما عملتش كذا بره النادي. انا عمري ما هبديك على الكيان. لاعب تعالى انت هتجيب عدد اهداف كذا، مشاركات كذا، مش عارف ايه، هتاخد قد كده. حلو، عملت كده هتاخد فلوس قد كده. هنحبك فوق دماغنا، هتدينا هنديك. غير كده بره النادي احنا ما عندناش عزيز يا كابتن. احنا الكيان رقم واحد.